تخيل نفسك عايش من 3000 سنة وعمال تاكل تفاحة. خدت منها قطمة ولقيت جواها بذر وعصير. وبعدين فكرت كده قلت يا ترى يا التفاحة دي معمولة من ايه بالظبط؟ كل حاجة في الدنيا معمولة من ايه؟ طبيعي جدا زي اي مواطن صالح قررت تروح لفيلسوف المنطقة او حكيم القبيلة عندك وسألته يا حاج هي الدنيا معمولة من ايه؟ قال لك يا ابني اسمع كويس، اجمع الحكماء ان الدنيا معمولة من 4 حاجات: تراب والمية والهواء والنار، وعنصر خامس كده الاثير او الروح، بس ده ملوش علاقة بالمادة. في العصر القديم المفكرين في مصر والهند واليابان والصين كانوا معتقدين ان الدنيا معمولة من ال4 عناصر دول. اليونانيين اتفلسفوا شوية وقال لك زي ما في 4 عناصر في 4 خصائص: حار وبارد ورطب ويابس، وكل عنصر من ال4 ليه خاصيتين من ال4 دول. أشهر فيلسوف يوناني أرسطو قال لك إن الهواء رطب وحار، والنار يابسة وحارة، والتراب يابس وبارد، والمية رطبة وباردة. طبقا للنظرية دي فيلسوف المنطقة كان ممكن يبص للتفاحة ويقول لك كده بص دي رطبة وباردة، فواضح إنها معمولة أغلبها مية وشوية تراب وشوية هواء. في الصين كان عندهم نظرية تانية مشابهة بس فيها 5 عناصر كل واحد بيغلب اللي بعده. الخشب بيحفر الأرض، والأرض بتمتص المية، والمية بتطفي النار، والنار بتسيح الحديد، والحديد يكسر الخشب، والخشب يرجع تاني يحفر الأرض. نظرية العناصر ال4 العجيبة دي دخلت حتى في الطب. أبوقراط اليوناني هيبوكريتيس بيعتبر أبو الطب في الغرب. الراجل ده لغاية النهاردة خريجين كليات الطب بيقسموا القسم بتاعه في المحافظة على أخلاق المهنة. أبوقراط ده قال لك إيه؟ قال لك زي ما في 4 عناصر بتعمل الدنيا كلها، جسد الإنسان ده معمول من 4 مواد كل مادة جاية من عنصر من العناصر دول. مرارة صفرة من النار، ومرارة سودة من التراب، ودم جاي من الهواء، وبلغم جاي من المية. ما تسألوش إزاي، بس هو أبوقراط قال كده. وحسب أي مادة من دول غلبت عندك هيكون تكوينك وشخصيتك مختلف. يعني لو أنت كده غتت شوية ممكن يكون عندك بلغم زيادة. نظرية العناصر ال4 دي فضلت قاعدة معانا عصور طويلة. جه بعد كده جابر بن حيان والعلماء المسلمين في القرن الثامن وزودوا على العناصر ال4 دي مواد تانية على جنب. قال لك في كبريت علشان يصف ظاهرة الاحتراق، وفي زئبق علشان يصف طبيعة المعادن. ولكن فضلوا برضو مؤمنين بالعناصر ال4 كأساس، وكان العلم مختلط بفلسفة القدماء. باراسيلسس الكيميائي السويسري الشهير أضاف عنصر الملح في القرن ال16، ولكن فضلت برضو معانا نظرية العناصر ال4. كل دولت رغم ذكائهم وعبقريتهم مخرجوش عن الأصل الفكري اللي وضعه أرسطو بتاع العناصر ال4. لأن أرسطو ده كان ليه هيبة كبيرة جدا. زي ما واحد كده فيزيائي النهارده يجي يقول لك والله بص نظرية أينشتاين دي كلام فاضي. مش سهل أبدا واحد يتخطى هذا الحاجز النفسي. وبكده فضل التصور السائد للعناصر ال4 قاعد معانا آلاف السنين لحد ما جت الكيمياء الحديثة وقلبت الموازين تماما. طب ده كان فكرهم عن العناصر. يا ترى كانوا بيبصوا للكيمياء كلها بيبصوا لها ازاي؟ هنشوف إن شاء الله الحلقة الجاية.